أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعين سعودي هورس. الآن انتهى الشوط الثالث في اليوم الثالث، شوط مفتوح 4، ثاني أكبر الأشواط ارتفاعا بعد أشواط الدرع التأهيلية والنهائي. بجانبي بطل هذا الشوط الفارس المبدع والمتألق الفارس خالد المبطي. خالد، مبارك لك فوزك في هالشوط. الله يبارك فيكم. الله يسلمك خالد، ما شاء الله يعني دخلت الجولة الأولى وتأهلت مع الفرس في ميرا لجولة تمايز، كان معك فرسان كبار، الفارس فهد العيد، خالد العيد، عبد الرحمن الهمزاني وأكثر من فارس آخر. قدرت الحمد لله تحقق المركز الأول. عندك بكرة بإذن الله تأهلت لشوط نهائي الدرع مع الجواد ألوها. كيف تجهيزاتك خاصة يعني الحمد لله هذا الشوط قبل قليل أثبت جاهزيتك كفارس، جاهزية كاملة، ولكن الجواد مختلف غدا في نهاية الدرع. كيف تشوف جاهزية الجواد ألوها غدا في الشوط؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله تأهلت الى شوط نهائي درع الاتحاد، وهذا الشوط يعني يعتبر من اقوى اشواط الكبيره في السعوديه، والحمد لله قدرت اني اتاهل. كان في تاهيليين، اول يوم كان تاهيلي ارتفاع متر 30، وثاني يوم كان متر 40 الى متر 45، والحمد لله ما طيحت ولا شيء، كل الايام بدون نقاط جزاء، وتأهلت آخر يوم وهذا فضل من الله. واليوم الحمد لله بعد دخلت بالحصان الثاني، الرديف الثاني اللي هي في ميرا، وحققت المركز الأول ولله الحمد. جميل. الجواد ألوها، هل تعتقد أنه جاهز المنافسة، خاصة أن جميع الجهات تقريبا جاهزة، 23 فارس أو 22 فارس غير الفارس خالد المبطي في النهائي، فرسان جاهزين وجياد جاهزة. هل تتوقع أن يكون الجواد ألوها والفارس خالد المبطي في المراكز الأولى؟ باذن الله. طبعا الشوط ما راح يكون سهل، لان في فرسان مميزين جدا مثل فارس عبد الله الشربتلي بحصان الاساسي كانتو زد، وايضا خالد العيد مع جواد مميز فينسنت، وفيه عبد الرحمن الهمزاني، وانا ان شاء الله راح اكون منافس مع الجواد ألوها حصان في قمه جاهزيه الان، واتمنى التوفيق من الله ان شاء الله. سؤال اخير خالد، بعيدا عن التمني، تتوقع هل مين الدرع؟ والله العلم بيد الله، بس اتوقع انها راح تكون يا من نصيب الفارس الشربتلي او عبد الرحمن الهمزاني. كل الشكر لك خالد. الله يعطيكم العافيه، مشكورين. هذا كان حديث الفارس خالد المبطي، فارس ما شاء الله اثبت جدارته في من منافسات الدوري العربي الى اليوم. شكرا لكم ونلقاكم غدا باذن الله.